إذا كنت حاسس إنك ماشي في الحياة كده وخلاص بدون حتى ما تقرب لأهدافك واللي بتحلم بيه، فالحلقة دي ليك. ده غالبا بيحصل كل ما بنقرب لتوقيت السنة الجديدة. لما السنة الجديدة بتقرب إنها تيجي، بتتخيل إنك هتسيب كل العادات السلبية وهتبدأ تكون عادات إيجابية. بتقول لنفسك المرة دي الوضع هيكون مختلف، المرة دي هعمل الحاجات اللي بقول إني هعملها من غير تأجيل. وتلاقي نفسك في وقت قصير رجعت تاني لنقطة البداية من غير ما حتى تقرب للأهداف اللي انت حاططها. السؤال هنا ازاي تسيب العادات السلبية وتبدأ عادات جديدة بشكل أسهل وبشكل أوتوماتيك. كتاب العادات الذرية لجيمس كلير بيجاوب على كل الأسئلة دي. من غير ما نطول، يلا بينا نبدأ. تخيل طيارة رحلتها من نيويورك لوس أنجلوس، وقبل ما الطيارة تطلع على طول زقتها شوية صغيرين فعدلت مسارها ب3 درجات، وانطلقت الطيارة في رحلتها. هنا الطيارة مش هتوصل للوس أنجلوس ولكنها هتوصل المكسيك. 3 درجات بس. نفس الكلام بينطبق على عاداتنا. تغييرات بسيطة جدا في عاداتنا ممكن تغير مسار حياتنا بطرق احنا مش هنلاحظها إلا بعد سنين في المستقبل، لما نبص لورا بالطريقتين الكويسة والسيئة. You are your habits. انت عاداتك. قوة العادات الذرية. بيقول جيمس تغيير بسيط في عاداتك اليومية ممكن يوجه حياتك لاتجاه مختلف تماما. الخطوات الكبيرة ولا 1% تطوير وتحسين؟ احنا غالبا بنقنع نفسنا ان النجاح هيحصل بس عن طريق الخطوات الكبيرة في اتجاه اي هدف احنا بنسعى له. بنتوقع من نفسنا اننا نعمل تغييرات كبيرة وجذرية واللي بدورها هتشد انتباه الناس. الفكرة ان التغييرات البسيطة اللي مش ملحوظة في البداية هي اللي بتخلق التغيير الكبير. خلينا نتعمق اكتر في الحسبة نفسها ونعمل مقارنة. 1% أفضل كل يوم لسنة هيديك تقريبا 37% أفضل، ولكن 1% أسوأ كل يوم لسنة هيقربك أكتر لزيرو. عاداتك ممكن تجتمع ضدك في صورة التوتر أو الكلام السلبي مع نفسك، أو ممكن تجتمع معاك في صورة حاجات زي المعرفة والمهارات والإنتاجية. النجاح يا صديقي هو منتج العادات اليومية مش تغيير مرة واحدة في الحياة. حقيقة التطوير والتحسين. لما بتبدأ رحلة السعي في أي حاجة في حياتك ده اللي انت بتتوقع انه يحصل، التطوير المستمر. ولكن في الحقيقة ده اللي بيحصل. لو ركزت في بداية الكيرف هتلاقي تغييرات بسيطة وصغيرة في التطوير بتاعنا واللي غالبا مش بنلاحظها. جيمس بيشير للجزء ده إنه هو وادي الإحباط. انت اشتغلت كتير على نفسك وحطيت جهد كبير ولكن مفيش نتائج. في الوادي ده معظم الناس بتفشل وبترجع تاني لروتينها العادي. الناتج الكبير لأي رحلة غالبا بيكون متأجل، علشان كده الصبر ضروري. الأهداف ضد الأنظمة. الهدف هو اللي انت عايز توصله، الأنظمة هي العملية اللي هتوصل لنتيجة. علشان احنا نحقق أي حاجة في الحياة الحكمة التقليدية بتقترح إننا نحط أهداف محددة وواقعية، ولكن انت يا صديقي لو تجاهلت الأهداف بشكل تام وركزت فقط على السيستم، هل ده برضه هينجح؟ جيمس بيقول انت هتنجح. في بعض المشاكل في انك تحط اهداف بس بدون سيستم. الناجحين وغير الناجحين بيتشاركوا نفس الاهداف، معنى كده ان الهدف مش هو اللي هيفرق الناجح عن غيره. تحقيق الهدف بيغير حياتك فقط في التوقيت ده. الاهداف بتخلق صراع، اما انك تحقق الهدف وتنجح او ما تحققوش وتكون شخص فاشل حتى لو كنت بتتقدم في الاتجاه الصح. لما بتحقق هدف ايه اللي انت بتعمله بعد كده؟ لو هدفك انك تجري ماراثون فغالبا بعد ما بتخلص الهدف وتوصل له الحافز بيختفي تماما وهترجع تاني لروتينك القديم. نظام للعادات الذرية. المشكلة في تغيير عاداتك مش انت، السبب في انك بتكرر نفس العادة السيئة لفترة من الزمن مش لانك مش عايز تتغير، ولكن لانك عندك نظام غلط. العادات الذرية هي إجراءات وسلوكيات صغيرة بتتراكم لإنتاج نتائج إيجابية بالتدريج مع مرور الوقت. الإنجازات الكبيرة بتميل إنها تجذب اهتمام أكبر مقارنة بالتحسينات الصغيرة، ولكن المهم أكتر هو القرارات والإجراءات اليومية الصغيرة اللي احنا بناخدها. في 3 طبقات لتغيير السلوك. الطبقة الأولى هي تغيير النتائج، خسارة الوزن، إنك تكسب الموسم ده، إنك تكتب كتاب. النتائج هي اللي انت بتحصل عليه. الطبقة التانية هي تغيير العملية والسعي نفسه أو اللي انت بتعمله.
روتين التمرين الجديد، أو حتى تطوير عادة القراءة اليومية. الطبقة الثالثة هي تغيير هويتك، معتقداتك، وجهات نظرك حوالين العالم، ازاي بتفكر في نفسك وفي اللي حواليك. معظم الناس بتركز على النتائج، ولكن أفضل طريقة لتغيير عاداتك هي بالتركيز على الشخص اللي انت عايز تكونه بدل التركيز على النتائج. الهدف مش انك تتعلم آلة موسيقية، ولكن انك تكون موسيقار. لما الحاجة اللي انت عايزها تبقى جزء من هويتك، في اللحظة دي سلوكياتك هتتغير بشكل طبيعي. لما تقول لنفسك وللي حواليك انك عايز تكون مهندس مثلا، فانت بتحاول انك توصل لمستوى الهوية دي. فكر نفسك دايما في كل مرة بتتمرن فيها فانت شخص رياضي، في كل مرة بتكتب فيها سطر واحد في البرمجة فانت مبرمج، في كل مرة بترشد فيها فريقك فانت قائد. الدايرة المقفولة للعادة. العادة بتحصل لما بتقرر حاجة معينة بشكل كفاية لحد ما تبقى بتحصل بشكل تلقائي. النتيجة هي إننا عايزين عاداتنا تحل مشاكلنا وبأقل مجهود. العادة بتتشكل وبتثبت معانا عن طريق دايرة من ردود الأفعال المستمرة، وردود الأفعال دي هي الإشارة، الفضول، الاستجابة، المكافأة. علشان تخلق عادات هتدوم معاك لازم تخلق دايرة من ردود الأفعال اللي بتتحسن باستمرار. يعني إيه برضو يا الكلام ده؟ بص يا صديقي، لما تليفونك يرن إن جالك إشعار فدي إشارة، ويبدأ هنا الفضول في إنك عايز تعرف الإشعار ده جاي منين، وتروح على طول للاستجابة، تمسك التليفون وتفتحه، وعلى طول تروح للمكافأة، عرفت إيه هي الرسالة وجاية من مين. العقل بيبدأ ينتبه لما الإشارة بتيجي، فبيبدأ على طول الفضول يشتغل، فبتروح على طول للاستجابة وبعدين بتروح للمكافأة. بعد شوية من الوقت والتكرار المكافأة بتبدأ تتربط بالإشارات. في المثال ده الإشارة خلتك تفتح الفيس، واللي هتديك إشارة تانية إنك تفتح الإنستا وبعدين التيك توك، وهكذا لحد ما تلاقي نفسك ضيعت ساعة كاملة. كل ما بتكرر الدايرة المقفولة دي كل ما العادة بتبقى أقوى وبتعملها بشكل أوتوماتيك. الإشارات دي ممكن تكون أي حاجة، شخص، مكان، طريقة، ريحة معينة. دور في الإشارات اللي بتمر عليك في أيامك واللي بتخليك تعمل عادة سواء كويسة أو وحشة. طيب إزاي أخلي دايرة العادات دي تبقى بتشتغل لمصلحتي؟ جيمس كلير اتكلم في كتاب عن 4 قوانين هتخلينا نستخدم العادات دي لصالحنا. القانون الأول، خلي الأمور واضحة. معظم عاداتنا الحالية تلقائية لدرجة إن احنا مش بناخد بالنا إننا أصلا بنعملها، عشان كده لازم الأول تكون مدرك بعاداتك قبل ما تغيرهم. تقدر تعمل كده عن طريق إنك تكتب سلوكياتك اليومية من لحظة لما تصحى لحد ما بتنام، ومن هنا تبدأ تبص على سلوكياتك وتعلم عليها إنها سلبية أو إيجابية أو محايدة. في المرحلة دي احنا مش بنحاول نغير أي حاجة، ولكن بنحاول نلاحظ إيه اللي بيحصل في حياتنا اليومية. الغموض مشكلة كبيرة في موضوع تكوين العادات. في دراسات قالت إن سبب فشل الناس في الالتزام بالعادات مش علشان هم ما عندهمش حافز، ولكن بسبب إنهم مش واضحين. سهل إنك تقول لنفسك في يوم من الأيام هبقى رياضي وجسمي مظبوط، ولكن ده مش واضح ومش هيساعدك. كل اللي انت محتاجه هو مكان ووقت معين، ودي الإشارات اللي هتستخدمها في تحقيق أهدافك. مثال سيء للنقطة دي إنك تقول لنفسك أنا هقرأ أكتر الشهر ده، ولكن الأفضل أنا هقرأ كتاب لمدة 15 دقيقة كل يوم الساعة 6 صباحا في البلكونة. علشان تبدأ عادة وتلتزم بيها اربطها بعادة موجودة أصلا. مثلا بعد ما تغسل سنانك هتقرأ لمدة 15 دقيقة. ممكن كمان تجمع عادات كتير ورا بعض، مثلا بعد ما اغسل سناني هقرأ لمدة 10 دقايق، وهعمل رياضة نص ساعة، وبعدين اخطط ليومي، وبعدين ابقى افتح التليفون. سلسلة العادات دي ممكن تدوم معاك اكتر لو انت مارستها بشكل مستمر. علشان كده لازم تختار إشارة مظبوطة. الإشارة لازم تكون حاجة انت بتعملها كل يوم بشكل تلقائي، زي الصحيان أو إنك تقفل المنبه أو إنك حتى تغسل سنانك. جيمس بيقول إن التحفيز حاجة مبالغ فيها. أنت ممكن تشكل سلوكياتك بشكل أفضل من خلال تصميمك لبيئتك. إحنا بنتأثر باللي حوالينا أكتر من دوافعنا وتحفيزنا لنفسنا. صعب إنك تلتزم بعادات إيجابية في بيئة سلبية. علشان تخلق عادة معينة ده هيحتاج منك إنك تصمم البيئة اللي حواليك. أول حاجة ده هيفيد فيها إن الموضوع ده هيسهل عليك إنك تشوف الإشارات، والإشارات دي هي اللي هتخليك تبدأ العادات. تاني حاجة الموضوع ده بيخليك تتجنب العادات السيئة اللي انت مش بتلاحظها.
مثلا لو انت عايز تشرب مية كتير، خلي الإشارات لكده واضحة. حط حواليك أزايز مية تفكرك إنك لازم تشرب. عايز تقرأ أكتر، حط الكتاب في مكان دايما بتشوفه. الحاجات الموجودة حوالينا مش هي اللي بتحدد سلوكنا، ولكن علاقاتنا بيها هي اللي بتحدد سلوكنا معاها. ما تشوفش بيتك مكان مليان حاجات، ولكن تخيله مكان مليان بالعلاقات. الأنتريه هو المكان اللي الشخص بيقرأ فيه لمدة ساعة كاملة، وأحيانا بيكون هو المكان اللي انت بتاكل فيه وبتتفرج فيه على الفيلم بتاعك المفضل. كده علاقتك بالمكان ده هي الريلاكس. بتريلاكس على الأنتريه بتاعك بعد الشغل. علشان كده لو علاقتك بالأنتريه هي الراحة، فكده مش هتعرف تخلص أي شغل عليه. حاول إنك تخلق مناطق منفصلة في بيتك للأنشطة المختلفة، أو زي ما قال جيمس، مكان واحد استخدام واحد. لو انت بتحاول تتخلص من عادة سيئة، فهنا هتعتمد على ضبط النفس، وده هيكون على المدى القصير. علشان تتخلص من عادة سيئة من جذورها، من أكتر الطرق العملية هي إنك تخليها مش مرئية أو تحذفها من بيتك. على سبيل المثال، لو التليفون بيشتتك عن إنك تخلص اللي وراك، حطه في أوضة تانية بعيد عنك. ولو كنت بتحاول تخس، ابعد الأكل اللي بيتخن عن الأماكن اللي حواليك بحيث ما تشوفوش. القانون التاني، خلي الموضوع ممتع ومغري. لما بنعمل حاجة معينة واحنا متوقعين اننا هناخد مكافأة، فهنا بناخد خطوة، وكل ما كانت المكافأة حلوة ومغرية، كل ما انت هتحب تكرر الحاجة دي لحد ما تبقى عادة عندك. وبكده الخطوة الأولى لتكوين أي عادة هي انك تخليها مغرية. وهنا لازم تفهم ازاي الدوبامين بيأثر على جسمك. مستويات التحفيز عندنا بتتأثر بالدوبامين. الدوبامين هرمون وناقل عصبي. احنا بنكون متحفزين اننا ناخد خطوة لما بتكون مستويات الدوبامين، وهو هرمون السعادة، عندنا عالية. العلماء بيقدروا يعرفوا بالظبط اللحظة اللي بتحصل فيها الرغبة، وده لما بتكون مستويات الدوبامين عالية. زمان كانوا فاكرين ان هرمون الدوبامين خاص بالحاجات الممتعة بس، ولكن حاليا عارفين انه عامل حيوي لكتير من الوظائف العصبية، بما فيهم التحفيز، الذاكرة، والعقاب، كمان الحركة الإرادية. هرمون الدوبامين مش بس بيفرز لما بنعمل حاجة ممتعة، ولكن بيفرز كمان لما بتتوقع إنك هتعمل حاجة ممتعة. مدمنين القمار بيحصل لهم ارتفاع في الدوبامين قبل ما بيحطوا الرهان، مش بعد ما بيفوزوا. فخلينا نتعمق أكتر في ارتفاعات الدوبامين. السوشيال ميديا أو الأكل السريع أو حتى تعاطي المخدرات كلها مرتبطة بمستويات عالية من الدوبامين، غير إنها بتخليك تعمل العادة الخاصة بيهم بشكل أكبر. افتكر كده لما كنت بتخطط إنك تطلع رحلة، أحيانا التخطيط نفسه بيكون ممتع أكتر من الرحلة نفسها. لما تشوف الأكل السريع قدامك، ده بيرفع مستويات الدوبامين قبل الأكل مش بعده. مدمنين المخدرات مستويات الدوبامين عندهم بتزيد قبل ما بياخدوها مش بعد. الرغبة دي هي اللي بتخلينا ناخد خطوة تجاه أي حاجة. علشان كده فكرة إنك تخلي عاداتك مغرية حاجة مهمة، لأن توقع إننا هناخد مكافأة هو اللي بيخلينا ناخد خطوة. وهنا ممكن نستخدم استراتيجية اسمها تجميع المغريات. الاستراتيجية دي هتخلي العادة مغرية أكتر، وده بيحصل لما بنجمع بين حاجتين: حاجة إحنا المفروض نعملها وحاجة إحنا عايزين نعملها. كمثال، ممكن نجمع بين الفرجة على فيلم حلو، دي حاجة أنا عايز أعملها، وبين الرياضة، حاجة المفروض أعملها. حركة تجميع المغريات دي بتطبق مبدأ في علم النفس اسمه مبدأ بريماك، واللي بيقول إن السلوكيات الأكثر احتمالاً هتعزز السلوكيات الأقل احتمالاً. زي فكرة إنك تعمل رياضة أنت مش عايز تعملها، ولكن هتحب تعملها لأنك هتعمل معاها حاجة تانية أنت هتستمتع بيها. تأثير المجموعة. احنا بنتأثر بالناس القريبة لينا والمجموعات اللي احنا بننتمي ليها. لو عايز تبني عادة معينة، فطريقة كويسة جدا من الطرق انك تدور على مجموعة او مكان تكون العادة دي فيه قانون، وتبقى جزء من المجموعة دي. لو عايز تخس، حوط نفسك بناس جسمهم كويس. المحفزات الأولية مصدر الرغبة الشديدة. في حياتك العادية كل يوم مش هتقول لنفسك أنا عايز أكل بيتزا لأن أنا محتاج الأكل ده علشان أفضل عايش.
الرغبة الشديدة هي مجرد شكل لدوافعنا الأساسية العميقة، والدوافع الأساسية دي هي اللي بتحركنا. الدوافع الأساسية دي زي الحفاظ على طاقتك، إن يكون عندك أكل ومية، إنك تحافظ على نوعك من الانقراض، التواصل مع اللي حواليك، الحصول على القبول الاجتماعي، تقليل عدم اليقين، تحقيق المكانة الاجتماعية. دماغك ما تطورش علشان عنده رغبة في إنه يدخن أو يفتح الانستجرام كل 5 دقايق. المنصات الاجتماعية ما اخترعتش دوافع جديدة، ولكنها بتركز على دوافعنا الأساسية، وهنا احنا بننجذب ليها أكتر. الأشخاص اللي عندهم دافع أساسي إنهم يتواصلوا مع اللي حواليهم عندهم الفيسبوك، وعلشان تقلل من عدم اليقين عندك عمو جوجل، وعلشان يكون في قبول اجتماعي الانستجرام موجود. ازاي تعيد برمجة مخك علشان يستمتع بالعادات الصعبة؟ ده هيحصل عن طريق انك تركز على الفوائد اللي هتاخدهم من العادة بدل التركيز على السلبيات بتاعتها. كمثال، الصحة والرياضة بيساووا جسم مظبوط وصحي، مش تعبان وهبطان. خليها مش مغرية. علشان تكسر عادة سيئة اعمل بالظبط زي العادات الكويسة، ولكن بالعكس. ركز على فوائد انك ما تعملش العادة دي، وده علشان تخليها مش مغرية انك تعملها. القانون الثالث، سهل الامور على نفسك. قد ايه الوقت اللي بتاخده علشان تخلق عادة جديدة؟ وانت بتخلق العادة دي كل ما بتكرر السلوك بتاعها بشكل اكتر، كل ما العادة دي هتتعمل بشكل اوتوماتيك. كل لما بتكرر نشاط معين مخك بيحاول انه يكون اشطر وهو بيعمله. فالفكرة هنا مش فكرة هي هتاخد وقت قد ايه، ولكن انت هتعملها كام مرة علشان تبقى عادة ثابتة. قانون الجهد القليل. كل ما كان النشاط اللي هتعمله هياخد منك مجهود كبير، كل ما احتمالية انك تعمله اصلا هتقل. فكرة انك تقرأ كل يوم صفحة من كتاب مش بتاخد منك مجهود. العادات غالبا بتحصل لما بتاخد طاقة اقل. كل ما العائق بينك وبين الحاجة اللي انت عايز تعملها كان كبير، كل ما فكرة انك تعمل الحاجة دي هتقل. فكرة انك هتاخد 20 دقيقة من البيت للجيم هتخليك ما تروحش الجيم اصلا، ولكن لو الجيم في طريقك للشغل فغالبا هتروح الجيم قبل شغلك. كل ما هتخلي العادات الكويسة مريحة ليك اكتر، كل ما هتلتزم انك تعملها. حياتك هتكون اسهل لما تلاقي طرق تقلل بيها المشاكل او المطبات بدل ما تحاول انك تحلها. فهنا علشان تخلق عادة جديدة لازم تدور على طريقة تقلل بيها المطبات اللي بتواجهك وانت رايح للعادة دي، وزود المطبات اللي بتواجهك وانت رايح للعادة السيئة. تجهيز البيئة بتاعتك للعادة الجديدة. لما تظبط البيئة المحيطة بيك فانت كده بتقلل المشاكل اللي هتحصل في المستقبل. كمثال، انا هلبس هدوم التمرين من بالليل، او هحطها جنب السرير مثلا علشان اصحى الصبح البسها وامشي على طول. استخدم قاعدة الدقيقتين علشان ما تأجلش. استخدام قاعدة الدقيقتين هتساعدك وانت بتخلق عادة جديدة، واللي هتساعدك في نجاح أهداف وعادات أكبر. دور على نتيجة بسيطة وصغيرة من العادة اللي انت عايز تخلقها. فكرة انك تجري كرياضة تتحول لانك مثلا هتلبس الجزمة وهتعمل ستريتشنج لمدة دقيقتين. القراءة لمدة ساعة تتحول لقراءة صفحة واحدة. انت هنا محتاج انك تثبت الروتين في مكانه وبعدين تزود الصعوبة ببطء. بعد ما تتقن قاعدة الدقيقتين هتروح للخطوة اللي بعدها، انك تكسر عادة سيئة، وده عن طريق انك تخليها صعب انها تحصل. لو عايز تتفرج على التلفزيون بشكل اقل افصل السلوك كلها بعد ما بتتفرج في كل مرة، او حط الريموت في مكان بعيد. اعمل كل حاجة تخلي العادة السيئة ما تحصلش. القانون الرابع، خلي الموضوع مرضي. اهم قاعدة في تغيير السلوك فكرة الشعور بالمتعة، لان الموضوع ده مهم للمخ، اللي هو اذا كان الموضوع ممتع فخلينا نكرره تاني. لما بتحس بالمتعة مخك بيتعلم ان التجربة دي تستحق انها تتكرر. القواعد الثلاثة الاولى بيزيدوا من احتمالية انك تعمل العادة. القاعدة الرابعة بتزيد من احتمالية تكرار العادة دي. الفرق بين المكافآت الوقتية والمكافآت المتأخرة. من الطبيعي انك تحس بالرضا لما تلاقي نتائج فورية، وطبيعي انك تحس بعدم الرضا من النتائج بعيدة المدى لما بتعمل عادات سيئة. ولكن الموضوع العكس مع العادات الكويسة. النتيجة المباشرة مش مرضية، والنتيجة النهائية مرضية جدا. كمية معينة من النجاح في أي مجال هي في تجاهل المكافآت الفورية مقابل المكافآت طويلة المدى.
ولكن الأفضل إنك تحط شوية متعة فورية للعادات اللي نتائجها طويلة المدى، شوية ألم صغيرين للعادات اللي نتائجها مش طويلة أو العادات السيئة. علشان تحافظ على عادة معينة يكون فيه شعور بالنجاح ولو صغير. إحساسك بالنجاح هو إشارة إن العادة دي بتديك مكافأة وإن الالتزام بيها يستحق كل المجهود. الموضوع مرضي جدا لما بتحقق تقدم وتكون شايف النتائج بعينك. مثلا اعمل جدول للرياضة كل أسبوع، وكل لما تتمرن اشطب اليوم ده كنجاح ليك. وانا لسه بدرس كنت بعمل جدول الامتحانات، وكل ما كنت بخلص مادة في الامتحانات كنت برجع واشطب عليها. كنت بحس بالانجاز الرهيب وكان بيديني دفعة اني اذاكر للمادة اللي بعدها. القياسات المرئية دي ليها اشكال كتير، دفاتر الدايت، سجلات التمرين، ارقام الصفحات في الكتاب، او العلامات اللي انت بتحطها وغيرها كتير. لما يكون عندك قياسات للعادة فانت كده بتراقب تقدمك في العادة دي بشكل افضل. الطريقة دي بتخليك برضو تعرف انت مارست عادة معينة ولا لا، وهنا تتبع العادة دي بيبقى مكافأة في حد ذاته. وبالرغم من كل مجهودك إلا إن الحياة هتقطعك في لحظة ما. يوم مش حلو في الشغل، أداء مش كويس، أو يوم وحش في التمرين، ده ممكن يحصل لأي حد. لما بيكون يومك مش حلو مش بتشوف قد إيه موضوع إنك تاخد خطوة صغيرة مهم. الأيام المفقودة بتوجع أكتر من الأيام الناجحة. ما تكسرش السلسلة. كل مرة بتشطب فيها على عادة معينة فأنت هنا بتعمل سلسلة. لما تقعد يومين ورا بعض من غير ما تعمل العادة دي فأنت كده كسرت العادة وبدأت عادة جديدة مش كويسة. فكرة إنك تريح يومين ورا بعض من التمرين ممكن تخليك ما تكملش تمرين أصلا، ولكن لو أنت بتعمل 50 ضغط مثلا كل يوم، اعمل في اليوم ده 10 بحيث ما تكسرش السلسلة. كسر العادات السيئة عن طريق إنك تخليها مش مرضية. في بعض الأحيان بعض السلوكيات مش بتحصل لأن الشعور بالألم بيكون في وقتها. فكرة برضو إن يكون ليك شريك بيتابع معاك عاداتك هيخليك تلتزم. كلنا عايزين نكون محبوبين ومرغوب فينا، علشان كده هنفضل إننا نتجنب العقاب ونلتزم بالعادة دي علشان شريكنا لما يجي يتابع معانا العادة. كمثال، أنا وشريك العادات ده في كل مرة مش هروح فيها التمرين هدفع له 50 جنيه. ده بلس الاحترام اللي هخسره مقابل إني ما عملتش الحاجات اللي قلت إني هعملها. السلوك غالبا هيتأثر لما تكون النتائج أو العواقب فورية وملموسة. عقد العادات أو الهابت كونتراكت. ممكن انت تعمل عقد مع نفسك علشان تقدر تحاسب نفسك، زي القوانين واللوائح بتاعة الحكومات. تقدر تعمل عقد شفهي او مكتوب، ويفضل طبعا المكتوب، واللي هيوضح انك هتلتزم بالعادة المعينة دي وان هيكون في عواقب لعدم الالتزام بيها. وممكن تستعين بشركاء المحاسبة برضو في تنفيذ العقد. قراءة كتاب ده حاجة، وتطبيقه في حياتنا بشكل فعلي دي حاجة تانية خالص. أهم حاجة لما تقرر إنك تبدأ عادة معينة تخطط لها كويس وتبدأ وتلتزم لحد ما تكون بتعملها بشكل أوتوماتيك. ودي أهم النقاط الأساسية من منظوري طبعا من كتاب العادات الذرية، واللي تقدر تطبقها وتبدأ بروتين منتج في حياتك. لحظة يا صديقي، حابة أشكرك على متابعتك للقناة ووصولك لنهاية الحلقة، وأتمنى ليك التوفيق في رحلتك في خلق عادات صحية ومنتجة. لو الحلقة عجبتك شرفني باشتراكك في القناة واعمل لايك على الحلقة، وأشوفك إن شاء الله في حلقات جاية. شكرا على وقتك. السلام عليكم.